السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه وعاملين ايه في الصيام؟ النهارده 11 رمضان، هو شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين كده. يعتبر خلص، مادام اول 10 ايام بيعدوا فيه كده خلاص. الحمد لله، رمضان، شهر رمضان خلص. والله ايام حلوة وكلها بركة. آه ربنا يا رب يعيد علينا وعليكم الايام بخير بإذن الله. النهارده بقى في فيديو جديد مع بعض، عايزين ان شاء الله ان احنا ناكل الفراخ الكبيره، الفراخ البلدي الكبيره. طبعا انتوا بقالكم كام يوم ما شفتهمش، بس انا طبعا بحط لهم اكل على طول. وطبعا بحضر لهم كل يوم الوجبه بتاعتهم. هنا تلاقوني هنا لما بواقي البيت بقى، اللي هي بتنجان مخلل، وكان في سلطه، وكان في كوسه عندي مش عايزاها، دبلت في التلاجة ومش عايزاها، فبقطعها حتت، قطعتها حتت صغيره وحطيتها، وحطيت عليها رده، وحطيت عليها والعيش بليته بلة كده خفيفة، واديني زي ما انتوا شايفين فرولته مع بعضه. وحطيت دشيشة حوالي مثلا ربع كيلو دشيشة صفرة. انا ما بحطش دشيشة صفرة كتير عشان مش عايزاهم يربوا دهون، لان هم لسه ما بضوش. فعايزاهم ان هم يعني ما يليسوش من الاخر، يعني عايزاهم يبقوا يربوا لحم، ما يربوش دهون، لان الذرة الصفراء بتخليهم يربوا دهون. فانا بحط ردة لان قيمتها الغذائية عالية جدا، وبروتين وفيتامينات وقيمتها الغذائية عالية جدا الردة. وكمان الردة لما بحطها على الاكل بتخلي الاكل معايا ما يعجنش، لا بتخلي الاكل زي ما انتم شايفين مفرول بالشكل ده. وطبعا ما ننساش العلف، بنحط برضو علف ولكن بكمية برضو قليلة شوية، يعني ما بنحطش العلف كتير. طبعا عشان العلف غالي. والفراخ البلدي اساسا بسم الله ما شاء الله عليها، يعني بتاكل اي حاجة، مش شرط انها تاكل علف وشيشة وكده. فهنا طبعا عملت لهم الخلطة بتاعتهم دي، وزي ما انتوا شايفين حطيتها لهم في الصاجة اهو قدامهم. وهم لسه في بقيتهم في العشة جوه، في منهم جزء طلع عشان ياكل، وفي لسه جزء جوه. طبعا انا بعمل لهم وجبة كبيرة، لان انا احيانا بعمل لهم وجبة واحدة بس في اليوم. فبطلع لهم بعد الظهر احط لهم الاكل بتاعهم، وبس بحط على قد ما هم بياكلوا بس، وبعد كده بحط لهم الباقي في جوه في العشة بياكلوا فيه بقية اليوم لحد ما تاني يوم بطلع لهم. طبعا ما ينفعش انك تسيبي الفراخ تجوعيها قوي، لان لما بتسيبي الفراخ تجوعيها بتفقد الدهون اللي فيها، وبتلاقي الفرخة خفت معاكي، وزنها خف. فدايما حاولي ان فترة الاكل ما تبقاش يعني تحطي الاكل بين الوقت والوقت، ما يبقاش وقت جامد. لا يعني ممكن ايه، حاجات بسيطة، وقت قصير، ما تخليهمش ان هم يجوعوا قوي عشان ما يفقدوش الدهون اللي فيهم، وتحسي ان انتي بتاكلي وما بيكبروش. فهنا انا زي ما انتم شايفين حاطط لهم الجزء ياكلوه، وفي جزء لسه تاني شايله لهم اهوت، لما ادخلهم العشه بتاعتهم هحط لهم ان هم ياكلوا. عايزه اقول لكم ان اسهل تربيه واجمل تربيه تربيه الفراخ البلدي. اولا ما شاء الله بتبقى مناعتها قويه، ما بتحتاجش ادويه وحاجات كتير. هي بس اول 15 يوم اللي ممكن يغلبوكي شويه. ليه؟ لان بتبقى عايزه تدفيهم كويس، عايزه تاخدي بالك من اكلهم وشربهم كويس. بعد كده ما شاء الله بعد 15 20 يوم بتبصي ان هم بتحطي لهم اي حاجه بقى بياكلوها. وفوق كده بيدوكي ما شاء الله البيض البلدي. وطبعا احنا عارفين دلوقتي ان سعر الفراخ البلدي اصلا دلوقتي معدي، معدي 100 جنيه، والبيضة كمان دلوقتي 4 و5. والله شفت بيض الراجل حاطط عليه 6 جنيه، والله العظيم في السوبر ماركت حاطط عليه 6 جنيه. فيعني البيض غالي قوي. فانا دولت طبعا انا يعني مقرره ان ما اذبحش منهم حاجه، وان شاء الله الدوره الجديده بتاعت الفراخ البلدي هطلعها برضو معاهم لما تكبر شويه، وبس اذبح كام ديك اللي هم ايه عاملين ازعاج ودوشه وكده. لكن دولت ان شاء الله دولت هاخد منهم بيض لبيتي، مش هبيع ولا كلام من ده، ولكن خير في البيت. فتربيه الطيور والحاجات دي بتبقى خير. وبيلم بواقي البيت وبينضف لك البيت، بتجيبي خس بتقطعيه، ممكن تجيبي حزمتين برسيم تقطعيهم. في خضار عندك في التلاجة قاعد ومحدش هياكله بتقطعيه، كوسة، خيار، طماطم، اي حاجة بقى، بدل ما ترميها في ما ترميش طبعا الاكل في الزبالة، حرام. لا انت بتحطيه للطيور اللي زي كده ان هي تاكله وتستفيد منه. فانت بتاكلي طير، وفي الاخر برضو انت بتستفيدي من الطير دوت بلحمه وبالبيض بتاعه، وبتستفيدي منه. عايزة تذبحي فرخة بلدي تاكليها، او ديك بلدي بتذبحيه. فالطيور، تربية الطيور في البيت دي خير. هو معلش العلف غالي شوية، بس في حاجات برضو بتغني عن العلف شوية، يعني ممكن بتغنينا ان انا مش على طول لازم اكل علف على طول على طول على طول. لا بيجيلي وقت برضو بستعمل علف، ولكن بطريقة بسيطة، ما بستعملوش كتير زي الاول.
وعندك من بدائل العلف الحاجه اللي بتدي برضو بروتين عالي وبتخلي الطيور تاكل كويس، الرده دي بتخلي ما شاء الله الحاجه تكبر كويس وتبقى مناعتها قويه وفتح للشهيه وبروتين عالي. فكل الحاجات دي بتبقى ممكن نستغنى عن العلف، ولكن ما بستغناش عنه نهائيا، ولكن حاجه بسيطه بس نحطها. واتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لي اشتراك وشير ولايك وكومنت. و يعني يا جماعه شجعوني بقى، عشان انا عايزه القناه تكبر، وان شاء الله مش هتكبر الا بيكم. فشجعوا اختكم ان القناه تكبر. كل سنه وانتم طيبين، واترككم في رعايه الله. مع السلامه.